لحظة لحظة. انا بدي ماليش دعوه لا هو مع نفسه. شوف سنايم الأستاذ الدكتور مجدي صبري المنسق العام المساعد بالشرقية. الأستاذ إسلام مرعي عضو الأمانة العامة والهيئة العليا للحزب بالشرقية. وطبعا الأستاذ خالد المرة سبق التعريف به من الأستاذ محمد سليم. ونشكر الأستاذ محمد سليم على ذلك. الإخوة والأخوات، كما قلت جئنا إلى هنا لنسمعكم ونتشاور معكم، ولكن قبل أن نسمعكم في دقائق بسيطة نحب أن نستمع إلى الأستاذ الدكتور علاء الدين الفيه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا سعيد جدا وأشكركم جدا. بلد أبو نجاح بلد محترمة، تاريخنا جميل في الضيافة وفي حسن الاستقبال. الحقيقة بشكر كل شيخ وكل رجل وكل امرأة وكل طفل من هذه البلد الكريم، وبشكر الأستاذ محمد سليم اللي كان بيمثلكم بالترحيب عنا. وقبل ما نبدا اي كلام انا عايز اعرف بس حضراتكم المجموعه اللي جايه النهارده جايه علشان خاطر تسمعكم. بصدق شديد لا اطيق الخطب ولا اطيق الوعود. احنا شبعنا خطب وشبعنا وعود، وانا تعمدت ان انا ما احضرش اي كلمه تماما علشان كلامنا يبقى من القلب ويبقى كلام واضح. انتم عايزين ايه واحنا عايزين ايه علشان نطلع من هنا احباب، نطلع من هنا اضافه لكم وانتم اضافه لنا. فبس قبل ما نتكلم كلام القلب انا عايز اعرف حضراتكم مين اللي موجودين النهارده من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. برضه ببساطه عايزين يعني برضه ترتيبهم على حسب القعده بتاعتهم. عندنا امانات كلنا دلوقتي بنمثل الموضوع المؤسسين، يعني كل حاجه هتترتب بعد كده الانتخابات ومؤتمر الحزب بعد كل جميع ما تدخل، لكن الموجودين دلوقتي تسيير الاعمال علشان خاطر نبني حزب محترم. معانا دلوقتي من اول القعده استاذ امير من لجنه العمل الجماهيري، الدكتوره ايمان حسان استشاريه النساء ولجنه الصحه، المهندسه اميمه من لجنه العمل الجماهيري، الاستاذ الدكتور مدحت الحميد امين لجنه الصحه. انا مش هقول كلمه امين، اول اللجنه على طول الموجودين كلهم هم امناء اللجان
الحزب حاليا. الاستاذ الدكتور خالد عبد الشكور استاذ في حاجه هو لجنه القوافل الطبيه، الدكتور بلال عبد الجليل امين عام مركز ديار، الدكتور علاء خازبك لجنه الانتخابات، الدكتور الاستاذ معتز زكي اللجنه الاقتصاديه. جماعه لان اتعرفوا، بس انا عايز اسي حاجه واحده في التعريف اللي على شمالي الباشمهندس باسم كامل. الباشمهندس باسم من ابطال الثوره الحقيقيين. هو جاي الوحيد فينا اللي جاي من القاهره بيمثل حزب الام في القاهره، وهو خير ممثل لانه من رجال الثوره، طلع من ميدان التحرير. فضله هو وزملاته علينا كبير جدا، بس مش فضل مصر، لان مصر فضلها على الجميع، لكن احنا اللي قعدوا ميدان التحرير واللي قادوا ميدان التحرير لهم في اعناقنا والدين، احنا لابد نعترف بيه. من اللي جنبنا برضه على طول احنا الاستاذ دكتور محمد عطيه لجنه الصحه، الاستاذ محمد يحيى لجنه العمل الجماهيري، باشمهندس ماهر اسماعيل لجنه التنظيم، الاستاذ محمود عثمان لجنه العمل الجماهيري، الاستاذ احمد الحكيم امام الديار، الدكتور خالد لجنه الصحه، الاستاذ محمد عبد الحكيم لجنه التعليم، الاستاذ احمد فؤاد لجنه التنظيم، الاستاذ محمد الطماطي لجنه التنظيم. عندنا المهندسه حنان لجنه العمل الجماهيري، وعندنا الانسه سمر والانسه زينب لجنه العلاقات العامه. الاستاذ طارق لجنه الاعلام، دكتور حسام والدكتور ضياء لجنه الصحه،